تخيل تصحى الصبح وتكتشف إن المدينة اللي أنت عايش فيها بيتحكم فيها شخص واحد بس. لا في حكومة ولا انتخابات ولا حتى مجلس مدينة. شوف الحلقة للآخر وما تنساش تعمل لي لايك وسبسكرايب. المدينة دي بقت مشهورة عالميا لسبب غريب جدا، ما فيهاش غير شخص واحد بس عايش فيها، وهي سيدة اسمها إلسي آيلر. أهلا بيكم في 5 جنان. إلسي عندها أكتر من 80 سنة، وهي مش بس المواطنة الوحيدة في مونوي، لا دي كمان العمدة وأمين المكتبة واللي بتدير كل حاجة في المدينة. تخيل بقى إن إلسي كل سنة بتقدم طلب رسمي لنفسها علشان تعيد انتخابها كعمدة للمدينة. بتحضر الورق وبتوافق على الطلب وتنتخب نفسها، والموضوع بيتم في هدوء ومن غير أي منافسة، وطبعا ده شيء بيديها الحق القانوني وتعمل اللي محتاجه المكان. لكن مونوي ما كانتش دايما كده. زمان في أوائل القرن العشرين المدينة دي كانت زحمة ومليانة ناس، وكان في مدارس ومتاجر وكل حاجات اللي بتلاقيها في أي مدينة صغيرة. الناس كانوا بيزرعوا الأرض وكان في حركة تجارة وزراعة في المنطقة. بس مع مرور الوقت ومع التوسع الصناعي وتغير الاقتصاد، ناس كتير من سكان مونوي بدأوا يسيبوا المدينة ويدوروا على فرص أحسن في مدن أكبر، لحد ما فضل فيها كام عيلة وبعديها كم فرد، لحد ما في الآخر ما فضلش غير إلسي. إلسي ما كانتش عايشة لوحدها طول حياتها، هي كانت متجوزة من رودي اللي كان بيدير معاها الحانة الصغيرة اللي لسه موجودة لحد النهاردة. رودي كان حب حياتها، ولما توفى سنة 2004 إلسي قررت إنها تفضل في المدينة اللي جمعت فيها ذكريات عمرها معاه. بالرغم إن كل الناس تقريبا سابت البلد، إلا إنها ما فكرتش إن هي تمشي وسط حياة بقت بسيطة جدا بس مليانة تفاصيل ليها معنى كبير بالنسبة لها. مونوي فيها مكانين بس هم اللي بيعملوا ضجة شوية، بار إلسي والمكتبة. البار بتاع إلسي هو اللي بيجذب الناس من القرى والمدن اللي حواليها. الناس بتيجي من بعيد علشان يقعدوا في البار الصغير ده ويشربوا حاجة ويتكلموا معاها. والبار مش مجرد مكان للترفيه، ده بقى مكان مشهور ومعروف في المنطقة كلها. كمان إلسي قررت إنها تحافظ على ذكريات جوزها اللي كان بيحب القراية جدا، فعملت مكتبة صغيرة في المدينة فيها حوالي 5000 كتاب، والكتب دي كلها من مجموعة جوزها. إلسي دايما بتقول إن المكتبة دي زي هدية منها لذكراه. إلسي بتصحى كل يوم الصبح وتفتح البار بتاعها، بتحضر شغلها بنفسها وبتستقبل الناس اللي بتيجي تزورها. وفي الوقت اللي الناس ممكن تشوف في حياتها مملة أو وحيدة، هي شايفة إن المدينة دي هي حياتها وعالمها. بتقول إنها مبسوطة بالهدوء اللي حواليها وإنها مش بتحس بالوحدة لأن دايما في ناس بيجوا يزوروها. وكمان كل سنة إلسي بتقدم طلب تجديد رخصة بيع الخمور وبتدفع الضرايب اللي على المدينة، يعني بتقوم بالدور اللي أي مجلس مدينة بيقوم بيه. لكن الفرق هنا إنها بتعمله لوحدها. ورغم إن مونوي مدينة صغيرة جدا، إلا إنها بقت معروفة على مستوى العالم. ناس كتير من كل حتة بييجوا يزوروا المدينة دي علشان يشوفوا المكان الغريب اللي ما فيهوش غير شخص واحد. الموضوع بقى رمز لحاجة ما شفناش زيها قبل كده، مدينة كاملة بعمدة ومكتبة وبار، وكل ده ما فيهوش غير مواطن واحد بس. علشان كده المدينة دي مميزة جدا. ومع ان إلسي هي اللي بتدير مونوي النهاردة، لكن السؤال هو ايه اللي هيحصل لما إلسي ما تبقاش موجودة؟ والحقيقة ان مفيش اي خطة واضحة للمستقبل. المدينة مرتبطة بيها بشكل كبير، ولما تغيب غالبا هتختفي المدينة تماما، لكنها لحد دلوقتي بتعيش من خلال قوة الإرادة والشغف اللي عندها عشان تحافظ على ذكرياتها اللي فيها، وبتستمتع بكل لحظة وموصلة قصتها للعالم كله.